السلام عليكم أصدقائي، شو أخباركم؟ إن شاء الله بصحة وسعادة وعافية. اليوم حسوي كيك عائلي رائع، كثير طيب وسهل وبسيط وبنفس الوقت لذيذ جدا يعني سهل وايد. الحين أقول لكم المقادير. نبتدي على بركة الله. عندي 4 بيض، 2 معلقة عندي خل، برش ليمونة، كوب وربع سكر، كوب وربع حليب، كوب وربع زيت، 3 أكواب طحين، 2 فانيلا، واثنين ظرف، 2 ظرف فانيلا، 2 ظرف بيكنج باودر، ما يعادل 20 إلى 25، ما يعادل 25 جرام. كل المكونات قلت لكم سهل وبسيط مثل ما انتم شايفين. الحين نبتدي على بركة الله. أول شيء أضيف الخل على الحليب ونتركه حتى يعني يصير مثل يكون مثل الرايب. اوكي يا احبابي. الحين بضيف البيض، عندي 4 بيض بحرارة الغرفة. عندي هني الفانيلا، ونسيت اقول لكم رشة الملح، 2 ظرف فانيلا، رشة الملح ضرورية، والحين اخفق شوية. اخفق احبابي واضيف السكر شوية شوية الى ان الخليط يصير معاي ابيض ونافش كذي. الحين احبابي بعد ما صار الخليط كذي، شوفوا شلون. الحين بضيف برش الليمون، ليمونة واحدة، برش الليمون، وبضيف اضيف عفوا الزيت مثل الخيط واخلط. احبابي حتى تنتهي كمية الزيت. الحين احبابي بعد ما نشتغل في المضرب بشيله، نشتغل بالوسك، نشيله مني ونية بالوسك. الحين بضيف الحليب ويا الدقيق بالتناوب، شوية حليب مثل ما انتم شايفين صار مثل الروب. اشوفكم اياه. بنخلينا عليه احبابي الخل، شوفوا شلون صار مثل الرايب صار. الحين بضيف دقيق بالمشخار، انا ناخذتها مرتين الدقيق، واقلب بالوسك مع اضافة الحليب بالتناوب الى ان تنتهي الكمية. يعني بتروح ما نشوف نضيف طحين. وهكذا احبابي حتى انتهاء كمية الطحين مع الحليب. الحين احبابي بضيف البيكنج باودر، ما يعادل 25 جرام، وعندي شوية طحين هني. اخر شيء نضيف البيكنج باودر. أنا شاعلة الفرن على درجة حرارة 180. الحين أول ما دخله أنزلها إلى 160. الحين أحبابي نسيت أذكر لكم، أنا ضفت على الطحين ربع كوب نشا. لا تنسون النشا، 3 أكواب طحين وربع كوب نشا. إلى أن الحين يتجانس حفرغه في
في القالب أو المول اللي أنا داهنته بالسمن أو الزبدة، وحطيت عليه ورقة طهي. ندخلها أحبابي على فرن درجة مثل ما قلت لكم درجة حرارته بالبداية أنا حطيتها 180. الحين أول ما أدخلها أنزلها إلى 160 لأن نريدها براحتها تستوي. الحين هذا القالب مالتنا وننزلها الكيكتنا أو العينتنا. كيكة سهلة وبسيطة ورائعة لذيذة جدا. الحين بسوي السطح مثل ما قلت لكم أحبابي، ندخلها تكون على 160 درجة إلى أن تنضج. نخبطها خبطة اثنين الهواء. الحين ندخلها على الفرن أحبابي. الحين أحبابي بدهنها شوية مربى للكيكة. أي مربى اللي تحبون، أنا هذا اللي عندي مربى التين. والحين عندي هني لوز حمصته شوية مجروش، حسب الرغبة أحبابي. تبون فول سوداني، جوز هند، سمسم، اللي تبون. اوكي احبابي، الحين اتركها تبرد ونقطعها الى مربعات. الحين احبابي بعدها طبعا هي ساخنة، الحين اقطعها. ما شاء الله اسفنجية ولذيذة جدا. طبعا كذا بالوسط، وبعدين وايد حتعجبكم لأي وقت. ما شاء الله تبارك الرحمن.
ما شاء الله أحبابي، شوفوا شوفوا شوفوها شلونها ما شاء الله. شوفكم إياها شلون اسفنجية. شوفوا شوفوا ما شاء الله. شوف شلون، شوفوا روعة أحبابي، روعة رائعة ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين هذه كيكتنا، وصحة وعافية علينا وعليكم، واستودعكم الله واترككم بحفظ الله أحبابي. روعة مثل ما انتم شايفين. شوفوا أحبابي ما شاء الله راقية. قصتكم واحدة ثانية تشوفوها ساخنة طبعا هي الحين. شوفوا أحبابي، شوفوا شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا أحبابي روعة